السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ انا اسمي محمد ودي رسائل ياسمينة. عزيزي، انا جاي اقولك النهاردة خد بالك من نفسك. خد بالك من اللي بتشوفه على السوشيال ميديا. خد بالك من اولادك ومن اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا دلوقتي بقت اشبه بالغابات. بجد اشبه بالغابات. بقت مليانة حاجات كتيرة قوي، بتغير في البني ادم وبتغير في مبادئه وبتغير في اخلاقه. ليها عوامل مؤثرة كتير جدا على المدى القريب والمدى البعيد. ما تخليش موبايل حضرتك يسرقك من نفسك ومن عيلتك ومن شغلك، اذا كان فيسبوك او انستجرام، تويتر، يوتيوب حتى بكلمكوا عليه دلوقتي. دي كلها حاجات سلاح ذو حدين، ممكن توديك ورا الشمس، ممكن تحطك في مكانة حلوة قوي. انت اللي بتحدد استخدامها. ما تخليش موبايلك هو اللي يمسكك من دراعك اللي بيوجعك، وما تسمعش اي حاجة تغير من اخلاقك. اسمع اللي شبهك، اللي قادر ان هو يغير فيك حاجة للأحسن مش للأوحش. وخد بالك من اولادك ومن الفيسبوك ومن الانستجرام والحاجات بتاعتهم، والحاجات اللي هم بيشوفوها تابعها كويس قوي، لان ده هيغير في اخلاقهم من غير ما انت تعرف. تابعها وما تسيبهمش لوحدهم في حاجة زي دي. كانت سهلة زمان كانت كويسة نوعا ما. دلوقتي كتير حاجات انتشرت، كتير حاجات بهدلت الدنيا، كتير حاجات ظهرت بشكل فج، وهي حاجات مش كويسة ومش مينفعش ان احنا نشوفها، ومينفعش ان احنا يعني نكون على صلة بيها اصلا. الفيسبوك ده تجربتي معاه، يعني كان عبارة عن غابة، بيسرق وقت وبيضيع مجهود وبيخليني كده. كان في فترة جيت قعدت عليه اكتر من 2-3 وانا مش واخدة بالي، يعني سرحت كده. خصوصا الفيديوز اللي بتبقى 30 ثانية 40 ثانية، الفيديوز دي يا نهار ابيض بتسرقك بشكل مش طبيعي. لا انت اللي ذاكرت، ولا انت اللي اشتغلت، ولا انت اللي عملت قعدت مع عيلتك، ولا انت اللي اخدت وقت كفاية لنفسك. فانت ضيعت عمرك في حاجة فاضية، بجد في حاجة فاضية. الساعات والدقايق اللي انت بتقضيها في انك بتعمل اي حاجة في الحياة، ده عمرك انت، وانت دلوقتي بتضيعه وانت بتتفرج على السوشيال ميديا، فيسبوك، وحاجات ما تصحش، او حاجات بتغير منك للأوحش، او على الأقل حاجات بتخليك تشوف حياة ناس مش حقيقية. خليك تشوف كده الناس على غير حقيقتها او غير طبيعتها. بيبقوا في اماكن كويسة ولبس كويس واكل كويس وكل حاجة، بس دي ما بتبقاش الحياة بتاعتهم 24 ساعة. ده كده حياة الانستجرام وفيسبوك حياة خداعة وكدابة، وما بتخدعش غير اللي بيتفرج عليها اللي هو حضرتك. فبلاش بلاش تتفرج عليها تسرق وقتك. من فترة لما لقيت ان الفيسبوك بيعمل كده معايا، بيسرق وقتي وبيظهر حاجات مش كويسة، وبقى عبارة عن فعلا غابة، مسحته والله الحمد. فمسحته وحذفت الاكاونت بتاعي تماما من عليه. فانا دلوقتي ماليش اي اكاونت على فيسبوك، وان شاء الله ربنا يقدرني وما رجعوش تاني، لان هو برضو بيشد البني ادم انا عارفة، واللي هو عايز مقاومة كبيرة قوي اذا كان مني او من حضراتكم. فخد بالك خد بالك من نفسك ومن اولادك والحاجات اللي بتشوفوها، لان الحاجات دي بتغير كتير قوي منك وانت مش واخد بالك. وهي دي فكرة ان هو بيغير منك وانت مش واخد بالك، او على غير وعي ان هو بيغير. بس بعد فترة هتكتشف ده، بعد فترة هتكتشف ان هو ايه اللي انا عايش فيه ده، هو ايه اللي انا بعمله ده. انا بضيع وقتي على الفاضي، اذا كان بقى في اغاني في تيك توك، اللي هو التيك توك يطلعوا يرقصوا ويعملوا ويزفتوا عليه، ولا على حاجات ما تصحش. استخدم السوشيال ميديا، ما تخليهاش هي تستخدمك علشان ما تضيعش. بس كده، دي كانت رسالة النهاردة. اتمنى يا رب تنفعكم، ولنا لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم.